دايما برتب للحاجة كويس جدا، بس معرفش أبدأ. بتشل كده، أحس مش عارف أعمل أي حاجة، وحتى لو ضغطت على نفسي وبدأت معرفش أكمل. بزهق بسرعة. بحس اللي هو أنا عملت الحاجة الصعبة اللي فيها، أنا خلاص أنا خلصت، مش لازم أعمل حاجة بقى أنا. ما تقلقش، أنت neurodivergent زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت. إزاي تقدروا تتعاملوا حتى ولو حاجة بسيطة مع المرض؟ أول حاجة، لما يبقى عندك تاسك كبير قوي عايز تعمله ومش عارف تبدأ منين، قسمه لتاسكات صغيرة. عندك شابتر كبير عاوز تذاكره، قسمه لشباتر صغننة خالص. مثلا قسم باليوم، ويستحسن لو قسمت بالساعة. افصل في النص واعمل مجهود حركي زي الجيم مثلا او الجري او لعب كورة. المهم انك تفصل دماغك من الستيت اللي هي. كافئ نفسك بعد ما تخلص كل انجاز صغير او تاسك صغير من اللي احنا اتفقنا عليه، والمكافأة تكون حاجة انت فعلا بتحبها. اهم حاجة الحركة. الحركة يوميا هتفرق